تيبو، فئه التيبو دي عاملينها نانو سيراميك من 3 سنين، نلمع العربيه وعملناها نانو سيراميك، طلعت من عندنا راحت على الفوطه الزفره عدل، حتى ما سمعش مني حتى موضوع ان بلاش فوطه زفره ده. جات لي بعد 6 شهور العربيه متدشمله، رجعنا تاني لمعنا تاني، طبعا دفعت فلوس بس ثمن التلميع، بس انا حطيت النانو من جيبي لان طبعا انت كعميل واحد من الاسره بتاعتنا، فمش هينفع ازعلك ومش هينفع ادفعك فلوس كل شويه، بس مش معنى كده ان انت تعمل فيها الحركه دي كل مره. لمعنا العربيه تاني وحطينا نانو سيراميك تاني مكان الحته اللي اتلمعت، بعديها ب6 شهور تاني فوطه زفره تاني، وهلم جره عمالين نعيد ونزيد في الحوار ده، دي سادس مره. ايه اللي حصل في الورنيش؟ حصل حاجه؟ لا، هنقيس كده الورنيش دلوقتي، شايف قياسه مظبوط زي ما هو، زي ما جات لي من 3 سنين تلميع شمس، فوطه زفره، بريلو صابون، وحاله الدهان زي ما هي متحافظ عليها. ودي بقى اكبر واهم ميزه في الجرافين او النانو سيراميك، ان حتى لو اتاخد بالفوطه الزفره الاضرار بتبقى فيه هو، مش في طبقه الورنيش. لما اجي انا المع العربيه بشيل طبقه النانو سيراميك او الجرافين بالمشاكل اللي حصلت فيها، لازم احط نانو سيراميك تاني لو لمعت. صيانات لو التزمت بيها وحافظت على الوضع ده، انت العربيه معاك حاله تحفه طول الوقت.